فاكر أول مرة قلت أنا هتعلم لغة جديدة؟ الحماس، التطبيقات، الفيديوهات، وإحساس إنك خلاص بعد شوية هتبقى بتتكلم بطلاقة، وبعدين فجأة تلاقي نفسك بعد شهر تفهم شوية، مش عارف تتكلم، وبتسأل السؤال الخطير: هو أنا فاشل في اللغات؟ خليني أقول لك الحقيقة من الأول، أنت مش فاشل، أنت ماشي غلط أو كنت ماشي غلط. بعد الفيديو ده رحلة تعلم اللغات مش رحلة لطيفة زي ما بيصوروها. محدش بيقولك إنك هتحس إنك غبي، إن لسانك تقيل، إنك تنسى كلمة كنت حافظها امبارح، وده طبيعي، بل أكتر من كده ده دليل إنك فعلا بتتعلم. كلنا عدينا بالمرحلة دي، أول أسبوع 3 تطبيقات، كشكول جديد، 10 فيديوهات، تعلم اللغة في 30 يوم، تعلم اللغة في 7 أيام، تعلم اللغة في 3 أيام. المشكلة الحماس ده زي النار في الورق، يولع بسرعة ويطفي بأسرع. بعد شوية تيجي الصدمة، الكلمات بتتلخبط، القواعد مش راكبة، بتفهم بس مش بتتكلم، وهنا ناس كتير بتنسحب بهدوء، بس القليلين بيكملوا. والفرق بينهم إنهم غيروا الطريقة